عمرك تخيلت نفسك في عالم مفهوش شرابات؟ عالم تلبس فيه الجزمة على طول، من غير طبقة الأمان والدفى اللي احنا واخدينها كأنها من المسلمات. الشراب ده مش بس قماشة بتدف في رجل، ده حكاية عمرها آلاف السنين، مليانة ملوك واختراعات وحاجات غريبة هتخليك تبص على الشراب اللي في رجلك دلوقتي بنظرة تانية خالص. وكمان هنعرف ايه اللغز الكوني اللي حير العلماء عن الشراب. بس يا ترى هو الشراب ده بدأ من امتى؟ وازاي ربط بين المصريين القدماء والرومان ورواد الفضاء وحضرتك في قصة واحدة؟ الحدوتة بتبدأ هنا في مصر، ومن أكتر من 1500 سنة في مكان اسمه أقصرينيخوس اللي دلوقتي اسمها البهنسة في المنيا. هناك لقوا أقدم شرابات في العالم، معمولة من صوف وبصوابع منفصلة علشان تتلبس مع الصندل. يعني المصري القديم كان بيلبس شراب على صندل قبل ما الموضوع يبقى ترند على الانستجرام. المصريين كانوا بيعملوا الشرابات من صوف بألوان وزخارف مختلفة، وأحيانا كانت بتدل على المكانة الاجتماعية.